أختم القرآن في يوم من الأيام وكان رمضان. فيقول سبحان الله كل يوم أقول اليوم ما يسهل الله. فضليت لحد هداك اليوم كان 26. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أسعد الله أيامكم بكل خير ومحبة وسعادة. أتمنى يا رب يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. القصة هذه قصة جميلة جدا، فيها أمل وطاقة إيجابية. سبحان الله العظيم، هذا رجل كان محروم من الذرية سنين طويلة، وسبحان الله لما أراد رب العالمين يعطيه. اسمعوا القصة، اسمعوا. يقول أنا إنسان، أنا رجل ميسور الحال، عندي خير الله كتير ولله الحمد. فيقول عندي مشكلة واحدة، إن زوجتي كانت تحمل وتسقط، يعني تجهد، كل ما تحمل يمر شهر شهرين تسقط الزوجة. فما خليت شي وما عملته، ما خليت مكان إلا وأخذتها إليه، ما خليت شي وما عملناه، ولكن نفس المشكلة. فيقول في يوم من الأيام أتصفح الأنترنت مشان هيك بقول لكم دايما انشروا هذه القصص، ممكن تكون سبب لفرحة أحد وأنتوا تاخدوا الأجر كمان. يقول فوجدت قصة عن رجل ختم القرآن في يوم وشو صار معه. فيقول فأنا سبحان الله فكرت فيها وقلت ليش ما أجرب. هو صحيح أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجرب، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن يعني الإنسان ما سمع بها في السنة أو في شيء، فيقول أجرب وما خسر شيء، ما راح يخسر شيء. أجر التلاوة وأجر إن كتاب الله والسعادة اللي بيخليه عندك لما تقرأ كتاب الله، يعني ما يخسر الإنسان شيء إنه يجرب، وما نجرب مع الله يكون اليقين في الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي والمعافي سبحانه وتعالى. فيقول فقررت إني أختم القرآن في يوم من الأيام وكان رمضان. فيقول سبحان الله كل يوم أقول اليوم ما يسهل الله. فضليت لحد هداك اليوم كان 26 في شهر رمضان، نهار 26 وليلة 27. سبحان الله، كل شيء يدبره ربي سبحانه وتعالى بحكمة. فيقول فأخذت المصحف الكريم وجلست بعد الفجر، من بعد الفجر وأنا أقرأ، يعني قريت لحد ما تعبت وقت الظهيرة، فارتحت شوي، وبعدها صحيت وأخذت المصحف وبقيت أقرأ. يقول اليوم كامل لحتى وصل صلاة المغرب، صلينا المغرب وفطرنا وصلينا التراويح، وبعدها رجعت أخذت المصحف وأخذت الليل كامل وأنا أقرأ. يقول سبحان الله ما وصل الفجر إلا وأنا ختمت القرآن أكملته كامل. طبعا هذا يبين أن صاحب هذه القصة كان يعني يختم القرآن في الشهر مرة مرتين حتى يكون متعود. يعني الإنسان اللي يتعود يقرأ القرآن يكون يسير عليه، ما يكون يتعثر كتير. فيقول سبحان الله فنمت لما أتممت، ختمت القرآن ودعيت وصليت صلاة الفجر، قريت يعني هيك بعد الآيات في الشروق، فنمت. فيقول شفت حلم غريب. يقول حلمت أنا داخل لغرفة النوم، غرفته الخاصة هو والزوجة. فيقول فلما دخلت وجدت رجال نايم على فراشي، يعني مضطجع هيك. أقول له شو هاد قوم يلا قوم من بيتي، شو دخلك لهون؟ فيقول فكأنه ينادي على أولاده، يقول يا فلان يا علان، ولكن صوته كان خفيف ما يسمعه أحد، كأنه تعبان متعب. فيقول
فقومته من المكان وأخرجته وقلت له يلا يلا اطلع من بيتي. فأخرجته لبرا وأخذته من إيده وأخرجته من المنزل وقفلت الباب ودخلت. هذا يعني حلم رؤية. يقول سبحان الله استيقظت من النوم وأنا يعني في خاطري حسيت إنها بشارة من رب العالمين إن هذا الأذى اللي كان عندنا في البيت راح. فيقول ما مر شهر أو أقل إلا والزوجة تقول لي إني حامل. فرحت أخذتها للدكتورة تقول الزوجة حامل والحمل سليم الحمد لله. فلما حسبت الدكتورة عندها هذه الأجهزة اللي يحسبوا بها هذه الأشياء، فيقول حسبنا ولقينا إن هذا الجنين سبحان الله خلق 2 أو 3 بعد هذه الختمة. سبحان الله العظيم. فيقول وحملت الزوجة وتم الحمل على خير، ما سقطت ولا يوم، يعني ما سقطت والحمل مر على خير وجابت ولد والآن إنها حامل. يعني جابت ولد سليم وعافى ما بيشي وهي حامل الآن، والحمل يعني بخير وعلى خير. الله يتمم لها على خير. والله يصلح لهم ولكم الذرية ويرزق كل محروم يا رب آمين. والحمد لله رب العالمين. شوفوا يا إخوان، هذه بركة القرآن الكريم، بركة عظيمة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من عاشها. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، ومن أهل الفجر وخاصته. فمن يحافظ على الفجر في وقته ويتلو فيه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حاولوا يا إخوان يا أخوات، كل من عنده مشكلة عويصة، مريض أو عنده أي شيء يصيب بدنه أو في صحته أو مشاكل عائلية، يحاول إذا استطاع يختم القرآن في يوم. أن الصالحين كانوا يختموه في 3 أيام، في يومين، في 7 أيام. سبحان الله من كتر ما كانوا يتلون وكانوا حافظينه. فليه ما نحاول إن احنا نجاهد أنفسنا، ولكم الأجر طبعا أجر تلاوة. وكذلك هذا يعود على إصلاح البيت، إصلاح الصحة، إصلاح الذرية، سعة في الرزق، بركة في الوقت وفي الخير وفي الرزق وفي كل شيء. أتمنى يا رب أكون فدتكم بهذه القصة. أسأل الله لي ولكم الرحمة والمغفرة وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.